مصلحه، يعني اي حد هيجي سواء فلان نجح سواء فلان ما نجحش، احنا كلنا هنبقى مبسوطين وكلنا هنبقى اخوات، ونتمنى ان الزمالك يبقى مستقر. والموضوع ما فيش يعني احنا مش داخلين نحارب، احنا داخلين بنقول النادي محتاج الاستقرار، محتاج هدوء، محتاج ان احنا نبقى يعني النادي بتاعنا ده القيمه الكبيره اللي هو عملنا وعمل تاريخنا وصنع مننا نجوم كتير. نتمنى ان نادي الزمالك يكون في احسن حالاته، ويعني وكل الامور تبقى مظبوطه، عشان اليوم الفتره اللي فاتت عدم الاستقرار اثر علينا بشكل كبير جدا. اكيد. كابتن فاروق، بدات المعركه الانتخابيه زي ما بيقولوا، او بدا التنافس على الارض الانتخابات. النهارده قائمه الكابتن حسين لبيب برئاسه الكابتن حسين لبيب كان موجود النهارده في نادي الزمالك، والاعضاء ينتظرون ايضا اكيد تواجد الكابتن فاروق جعفر. متى سيظهر مره اخرى الكابتن فاروق جعفر في نادي الزمالك؟ ان شاء الله، ان شاء الله في ظرف يوم يومين ان شاء الله هنبقى متواجدين في النادي، والقائمه بتاعتنا بالاسامي بتاعتنا، ونعرف الناس عليهم، وهم طبعا كلهم معظمهم من النادي ومن اعضاء النادي ومن ولاد النادي. هنبقى ان شاء الله يعني هتبقى فرصه للتعارف على كل واحد وجهه نظره، والناس وجهه نظرها ايه، واعضاء الجمعيه العموميه المحترمين وجهه نظرهم ايه، وكلنا نشتغل لصالح نادي الزمالك. كلنا يعني كلنا فكر واحد، وكلنا مصلحه واحده، وكلنا من غير زعل، من غير غضب، من غير اي حاجه. نادي الزمالك هو القلعه، واحنا اللي شغالين فيها. اكيد. كابتن فاروق، كابتن حسن شحاته هيكون موجود معاك في اول يوم تدخل فيه النادي؟ طبعا ده هو زعل ان انا رحت، او امبارح ما رحت كان عندي شغل، كنت في مدينه الانتاج، وجيت من هناك، جيت لوحدي عشان كان اخر يوم، وجيت الساعه 3:30 ما كانش فيه وقت خالص، ودخلت على طول لوحدي، خلصت الاوراق والحاجات دي. ما هي الصوره اللي احنا عارضينها دي، ديت، وحضرتك داخل لوحدك. انت بتقول ان كابتن حسن شحاته زعل ان انت دخلت النادي لوحدك؟ طبعا. كان عايزني اروح، زعل ان انا رحت لوحدي، وقال لي لازم تاخدني معاك. انا مبسوط ان الكوره كده، ده يكفيني ويشرفني ان احنا بتوع الكوره في اخيرا احنا بنحس ببعض، وبنحس بقيمه النادي بتاعنا ده، وكلنا عايزين نتحد ونبقى موجودين في النادي بشكل محترم، بشكل الناس كلها تقدر ان احنا وقت طويل جدا من عمرنا وتاريخنا. يعني انت يا كابتن فاروق، ما كانش فارق معاك حته الشو الزفه وانت داخل النادي؟ مش فارقه معاك؟ يعني ايه الفايده اللي انا هعملها؟ يعني انا داخل بقول النادي ده انا اتربيت فيه، فعايز انزل. جات لي فرصه ان انا اكون موجود في النادي مع زمايلي، مع اللعيبه الاجيالي واللي جت بعديه واللي جت قبليه، كلنا نشتغل لصالح النادي، وكلنا نبقى مبسوطين ان الزمالك يرجع لحالته اللي كانت جيده من سنتين، يعمل النتائج الجيده من اللي كان فيها من سنتين، الاداء الجيد، الاستقرار، ونحل المشاكل، ويبقى عندنا افكار لحلول المشاكل في الفتره اللي جايه. وان شاء الله احنا اولاد الكوره، اولاد النادي في كل الالعاب، مش في الكوره بس، في كل الالعاب احنا اولاد النادي اللي بنخاف على النادي، واللي يهمنا جدا ان يكون النادي مستقر. طيب كابتن فاروق، حضرتك قلت امبارح وقلتها تاني دلوقتي، وفي وسط كلامك بتقول القايمه لما هنزل وهعلن القايمه وهقول القايمه. هل يا كابتن فاروق بدات حضرتك تتواصل مع مرشحين اخرين علشان تحط قايمه في الوقت اللي كان الاستاذ هاني العتال امبارح نفى تماما ان هو داخل في قايمه مع حضرتك؟ لا، ما نفاش، هو بيقول انا لغايه دلوقتي انا مستقل حتى هذه اللحظه. هو قال كده، انا مستقل حتى هذه اللحظه. هل من الممكن يبقى في تعاون بين حضرتك والاستاذ هاني العتال؟ هو انا لغايه دلوقتي ما عدناش مع بعض، لكن احنا برضك في النهايه اكيد ان يعني ان الاستاذ هاني هيكون لي فكر طبعا. ما هو راجل زملكاوي يعني